ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. يلا بينا بقى كده على السريع الخطوة المحتدة. طبعا انا زهقتكم من الخطوة دي بس معلش تحملوني لحد الاخر. معايا هنا ربع كيلو دقيق سبونج، عليهم 3 بيضات وعليهم معلقة محسن جل وعليهم ربع كوباية مية ورشة كده من الفانيليا. خفقتهم كده وعملت التورتة. كانت الاوردر كان مطلوب مني تورتية قلب، عملتها في صينية مقاس 22. كان عندي صواني كده القلب قمت رايحة عاملاها فيها. طلعت معايا كده. طبعا انا كنت عاملاها بالليل متاخر والتليفون كان فصل شحن، فكان نفسي اصور لكم يعني الصواني وهي خارجه. عملت كده صينيتين اتنين، كل صينيه ربع كيلو دقيق سبونج فانيليا وشوكولاته. وعملت كده طبعا العميله اللي كانت طالبه التورته كانت طالباها نص فانيليا ونص شوكولاته، فعملت كده اول قطعه من الشوكولاته وبعد كده نزلت بالكريمه وبعد كده طبقه الفانيليا واخر حاجه كده الشوكولاته اللي حسيت ان هي كبيره شويه، ففي الاخر كده بسوي الجنوب كلها علشان معايا في التجليس ما تضايقنيش في التجليس. كده خلاص ماشي. فجلستها بقى كده وكان اخر عندي قطعه طبقه الفانيليا. كان ما شاء الله كان الارتفاع بتاعه كويس جدا جدا. عملت نص كيلو دقيق سبونج، ربع فانيليا وربع شوكولاته، فكانوا طالعين معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سقيت كده سيرم، اهم حاجه السيرم زي ما قلت لك، واساوي بقى الجنوب كلها كده الاطراف كلها علشان يطلع معايا قلب متساوي. كان بجد طالع معايا في منتهى الجمال والشياكه، كان شيك جدا. تابعوني كده لاخر الفيديو وانتوا تشوفوا حصل ايه. فطبعا كان مطلوب مني اوردر تورته ودستة سويس رول يعني، فقلت لازم ايه بقى اجهز نفسي بدري. عملت كده جهزت الكيكات كلها بالليل متاخر يعني، وقمت الساعه 6 وانا بودي ابني المدرسه واشتغلت في التجليس وفي التزيين على طول علشان الاولاد الصغيرين لما يصحوا ما يكونش ورايا حاجه وما يكونش ورايا شغل. وطبعا الرزق لما بيجي لحد فينا ما حدش بيقول للرزق لا، ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، يجعلها كده ان شاء الله فتحة خير ليا يا رب. لان بجد انا بفكر كتير جدا بس اللي بيبقى مع ربنا ربنا ما بينساهوش ابدا. فطبعا احنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. الايام اللي احنا فيها دي بقت صعبة جدا، فكل واحد فينا الوقت بيفكر يفتح باب رزق. فبجد الشغل مش عيب، لو هتشتغلي او تشتغلي ببيتك تقدمي اي حاجة فكويس جدا علشان طبعا الايام الصعبة اللي احنا فيها دي زي ما قلت لكم. وربنا يلطف بينا ويعدي الايام الجايه على خير ان شاء الله يا رب العالمين. كده بقى التورتيه بتاعتي انا بجهز بقى كده اخر وش في التجليس. فكان القلب اللي كده من قدام الفتحه اللي قدام دي كانت انسدت من كتر التجليس يعني. فبعد ما خلصت خالص بقى بحاول ان انا افتحها عشان يبان معايا صل القلب على بقى محمد. عليه افضل الصلاه والسلام. فكان كده جبت الاسكلافر بتاعي وظبطت كده الجنوب ومسحت الدنيا كده حواليا، وجبت الاسكلافر المشنشر واديته كده اخر وش واخر رسمه. اهم حاجة القلب يبان معاكي بمنظر كويس يعني. الفتحات اللي قدام ده انا عملت بالسكينة لحد ايه ما وصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الارتفاع بتاعه كان ممتاز جدا والكيكة كانت تحفة. دخلت بقى الفريزر على ما اجهز السويس رول اللي كان عشان الاوردر يمشي مع بعضه. انا عملت هنا كده كان معايا ربع كيلو دقيق سبونج عليهم 3 بيضات، بس انا باجي في سويس رول بزود بيضه يعني. الربع كيلو دقيق سبونج عليهم 4 بيضات، معلقه صغيره بتاعه الشاي محسن جل وربع كوبايه ميه ونقطتين كده من الفانيليا. جلسته بقى كده بالكريمه الشوكولاته برضو ولفيته. اول ما طلع خرج من الفرن على طول علشان يتلف معايا كويس وحطيته في الفريزر. انا مرضتش اصوره معاكم لان انا عملته على القناة قبل كده يعني، فالطريقة موجودة معاكم بالتفاصيل في أول فيديو ليا لسويس رول. جبت بقى الاسكلافر كده وسويت برضو الجنوب والأطراف كده. أنا اشتغلت فيه على طول علشان لو انت أول مرة تشوفيني بقى أنا منزلة الطريقة بالتفاصيل في فيديو يعني مخصص للسويس رول. الطريقة مظبوطة 100% وبيطلع معاكي ناجح 100%. أنا عملت كده دي السويس رول الشوكولاتة. لسه معايا بقى الفانيليا. انا عملت كده الاسكلافر المشنشر وقطعت كده الطروف من هنا ومن هنا وبعد كده دخلته الفريزر وبعد كده هوريكم الطريقة النهائية برضو في الاخر.
طبعًا طريقته سهلة جدًا وما بياخدش وقت، بس أهم حاجة وهو طالع معاكِ كده دافي من الفرن لازم تلفّيه، فما كانش عندي وقت إن أنا أصوّره تاني علشان كان معايا التورتة يعني، فعملته بقى لفّيته على طول ودخّلته الفريزر، والصبح بدري كده عملته كده بالتفاصيل. القطعة اللي أنتم شايفينها ديّة طبعًا أنا ما بارميهاش بقى، الأولاد وأنا بنتشاكل عليها يعني بنحبها جدًا. طلّعت كده التورتاية من الفريزر وكان عندي جناش الشوكولاتة، ونزلت كده بقى كده أنا عايزة إيه أعمله نُص، نُص. عملت كده النُص كده بالجناش الشوكولاتة. طبعًا الجناش لو أول مرّة برضه تعمليه، أنا باجيب كده ربع كوباية مَيّة وباحط فيها معلقتين من كريمة الشانتيه، وباضيف مكعبين كده كبار من الشوكولاتة وإيدي فيهم على طول علشان الكريمة ما تكلكعش، وبعد كده بانزّلها كده في كيس الحلواني بتطلع معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. كده خلاص هاسيبه بقى يبرد شوية، وكان عندي بقى كده أنا قعدت بقى محتارة أعمل نُص جناش شوكولاتة ونُص فاكهة والّا أعمل إيه، بس قُلت لأ أنا عايزة أعمله لاسوس كراميل جوليو مانجا، بس كده رسيت في الآخر على الكراميل، بيدّي كده طعم معايا جميل، وحبيت إن هي يكون جناش في صوصات بس ما يكونش فيها فاكهة النهارده يعني، عملت كده نفس برضه الجناش، وسويت كده الوش من فوق. طبعًا اللي كانت طالباه ما قالتليش يعني فاكهة ولا صوصات ولا حاجة، بس أنا حبيت الشكل بعتّ لها الصورة يعني وعاجبها المنظر جدًا، وبجد قالت لي تسلم إيدك. كده خلاص سويت الوش من فوق. لو وصلت بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير للفيديو، وتضغطوا على زر الجرس علشان أي فيديو جديد أنزّله ينزلوك على طول. جبت بقى كده جناش الشوكولاتة كان فاضل لسه معايا، وعملت أي رسمة كده طلعت معاكِ بظروفها، وكانت أنا باحب صل يعني على عليه أفضل الصلاة محمد. والسلام. عملت الشكل اللي أنتم شايفينه ده. جبت بقى كده الكريمة البيضا بتاعتي، وفي نُص التورتة كده عملت روزيتات صغيرة زي ما أنتم شايفينها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. جبت بقى كده من تحت ونزلت بروزيتات كده ورا بعضيها علشان برضه أنا مش عايزة الروزيتا من تحت تكون كبيرة، عملتها صغيرة كده كده خالص اتحكمت فيها يعني أنا. كده خلاص ده الشكل الجميل اللي حصل معايا. كان عندي بقى كده شوية بسكوتات أوريو وشوكولاتة أوريو، ضبطت الدنيا كده معايا، حطيت على جناش شوكولاتة أوريو أبيض، شوكولاتة بيضا يعني، وعلى الكراميل بسكوت الأوريو. ايه رأيكم بقى؟ في منتهى الجمال والشياكة وبجد بجد تحفة. خلاص هي كده خلاص التورتة خلصت معايا، اتفرجوا بقى كده معاها للشكل النهائي. انا حطيتها بقى في العلبة وسبتها في التلاجة علشان اخلص السويس رول علشان الاوردر يخرج مع بعضه. طبعًا التورتية ما خدتش معايا تجليس ولا أي حاجة خالص ولا خدت وقت معايا، طول ما أنتِ عارفة إنِّك هترسمي رسمة إيه أو في دماغِك حاجة معيّنة، فده بيسهّل عليكِ أو حسب العميلة ما بتطلب منِّك الرسمة أو الشكل، ده بيسهّل عليكِ جدًا الوقت بتاعِك وبتخلّصي بسرعة. فالحمد لله يعني أنا خلّصت قبل أمّا الأولاد صحوا وكانت النتيجة ممتازة، كنت مستعجلة جدًا علشان قبل ما النهار يطلع يعني بقى كده والمصالح وكده، فالحمد لله خلّصت بسرعة. خرّجت بقى السويس رول كده من الفريزر، وقُلت بقى أشتغل فيه بدل ما خلّصت التورتاية أشتغل فيه، جِبت كده سيّحت الجناش زي ما قُلت لِك على طريقة الجناش برضه، ونزلت كده على السويس رول، ضبّطته كده غرّقته كده في الجناش بالإسكلافر المشنشر برضه، ونزلت كده كإني باعمل الكريمة بالضبط علشان يدخّل لي الكريمة في قلب الجناش، عايزة اللونين يخشوا مع بعض.
انا كده بقى عايزه اقسمه يعني، فبقيس يعني ان هو يطلع معايا 6 قطع او اكتر. فطبعا انا كنت عامله القطع معايا حلوه يعني، مش رفيعه ولا حاجه، كانت يعني كانت ما شاء الله. وهو كده الشكل النهائي بتاعه. هعمل بقى السويسرول الفانيليا نفس طريقه الشوكولاته. سويته بالاسكالافر وقطعت الجنوب من هنا ومن هنا ودخلته الفريزر، خد معايا وقت شوية علشان بس انا كنت في اليوم ده كنت بشتغل تجليس في تزيين في كله يعني ما حبيتش ان انا اتاخر علشان زي ما قلت لكم الوقت بس ما اتاخرش. وده كان السويس رول. عملت بصوص بقى الفراولة وصوص المانجا والكراميل والشوكولاتة، وكانت عايزة برضو ابيض كده زي ما انتوا شايفينه. وكانت بسم الله ما شاء الله احلى دس سويس رول. شايفين القطع قد ايه والحجم قد ايه. طبعا حاجة ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ده؟ طبعا ما تنسونوش بقى في كومنت حلو كده منكم ودعوة حلوة من القلب. وما تنسوش ام فارس في اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.